ما علموناش قبل ما نتجوز إن الجواز ما بيموتش بالسكتة القلبية. أبويا الله يرحمه كان بيحب نخلة في الجنينة، نخلة قديمة بقالها 20 سنة، وبين يوم وليلة النخلة دي وقعت تهاوت. النخلة دي كانت لحد امبارح راسها في السما. يمكن ده اللي ما خلاناش ناخد بالنا من الجريد اللي نشف على مهل، ما خلاناش ناخد بالنا إن هي ما طرحتش السنة اللي قبلها، قلنا عادي بتحصل، ظنينا إنها شمخة. بس لما وقعت لقينا السوس نخرها من جوه، ماتت من جوه. سقوطها المفاجئ كان مفاجئ للي شايف من بره، بس من جوه الوضع كان سيء وسيء جدا. الجواز كده، الناس ما بتكرهش عيشة بعضها بين يوم وليلة، الناس ما بتشوفش إن الانفصال أريح فجأة. في سوس نخر بينهم، مكتفيين إن البيت مفتوح وخلاص والدنيا ماشية، ما النخلة كانت راسها عالية وقعت في ثانية. زي بيوت كتير نخر فيها السوس، سوس الندية والنكد والإهمال والظلم، بس ما كانش بيبان، كانوا مخبيين علشان صورتهم الاجتماعية. ما قالولناش قبل ما نتجوز إن الانتباه لروح العلاقة أهم حاجة في العلاقة، أهم من منظرنا قدام الناس. ما علموناش إننا نراقب السوس اللي بيزحف علينا، ونكون شجعان ونراجع علاقتنا، ونعتذر لما نغلط ونصالح لما نزعل. للأسف الشديد العشرة والود ممكن يكونوا في تلاجة الموتى بقالهم زمن، مع إننا بنشارك بعض الأكل والنوم والمناسبات الاجتماعية. عكس الحب يا جماعة مش الكراهية، عكس الحب هو الإهمال، هو اللامبالاة. ألد أعداء الزواج هو الإهمال، هو الروتين. الجواز ليه روح بتموت، بس بتموت زي النخلة، بتموت وهي واقفة وبعدين تقع فجأة.